كلنا فاكرين فيلم العار وفاكرين اللقطة الرائعة لما نور الشريف عزم اخواته في بيته لأول مرة، حسين فهمي ومحمود عبد العزيز، وبعدين عرفهم على مراته رؤى. فحسين فهمي قال له جملة جميلة قوي، قال له بقى تطلع البنت اللي رشيدي بيه المثقفة الشيك تتجوز بنت بلدي زي دي. والله انا راجل بلدي واحب البلدي، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. ورد نور الشريف كان عبقري، قال له والله انا راجل بلدي واحب البلدي. هو عايز الحاجه البسيطه وعايز الحاجه المريحه. هو دور على رؤى عشان بتريحه، بتسنده وقت الشده، واقفه معاه الحلوه والمره. هو كان عايز واحده مريحاه في ظهره وقت الجد، تسنده، جدعه وبنت بلد وتستحمل، مش بس وهو معاه فلوس تبقى معاه وهو معهوش فلوس ما تعرفوش، لا، وعايز واحده تسنده تبقى مطيعه مريحه طريه في المطبات، يعني يا تبقى طريه في المطبات حنينه. واي واحد فينا يتمنى رؤى. فاللي ما قدرش يتجوز رؤى في الحقيقه بيحاول يجيب رؤى، بيحاول يجيب هيونداي الانترا 2020. الانترا على مدار 20 سنه، من سنه 2001 الموديل الاكس دي اللي بيسموه المسطره، وهي تقريبا ما فيش شارع في مصر ما فيهوش الانترا، سواء مكان ارستقراطي غني، مكان متوسط، مكان شعبي، هتلاقي الانترا. لو انت عايز عربيه تاكل عليها عيش هتجيب الانترا، هتاجرها فراح، هتاجرها المصنع، هتجيب الانترا. لو عايز تجيب لمراتك عربيه تكون حلوه في الزحمه وناعمه وتكييفها ممتاز والسراكه في المنزين رائع، هتفكر في الانترا. لو عايز تجيب عربيه للسفر ومعاك عيله كبيره ومعاك اطفال وبتاخد العجله والسكوتر وبتاخد معاك النيش بتاع المطبخ، هتفكر في الانترا حتى لو ما جبتهاش. لو انت شاب عايز تروح الجامعه وعايز البنات تبص عليك وعايز تحس ان انت واد روش ومقطع السبكه وديلها، هتفكر على الاقل في الانترا. لو انت دكتور او مهندس ومش فاضي تعمل صيانات وتشيل وتعتل هم وتشيل قرف العربيه، لو ما جبتش هتفكر في الانترا. لو انت عايز تفكر في الريسيل وراجل تاجر ومش عايز تخسر فلوسك، لو ما جبتش هتفكر في الانترا. عربيه منتشره، هل هي تستاهل الكلام ده؟ ولا هي العربيه الكوري الضعيفه الخفيفه المصاج ورق اللي ما كناش بنسمع عليها من 20 سنه؟ ايه شركات كوريا دي؟ هي العربيات اللي لا قدر الله مع اول تكه، مع اول لمسه يبقى بونكم بليانو بالايطالي، يعني كل سنه وانت طيب. هي اني واحده فيهم؟ هل اللي اشتراها رمى فلوس في الارض وكان ممكن يركب عربيه اوروبي فرنساوي الماني ياباني، عربيه محترمه من براند بنت اصول بنت الاخشيدي باشا؟ ولا هو جاب رؤى اللي تريحه بنت الحلال الاصيله اللي واقفه فعلا في ظهره؟ يلا بينا. طيب دي نظرة مبدئية على صالون الانترا 2020 من الخلف. العربية مبدئيا ركوبتها كويسة جدا، وانت بتركب مش محتاج توطي، انت بتركب بمنتهى السهولة، بتطلع من العربية بمنتهى السهولة.
السقف مش نازل على دماغك كده ومضايقك، لا الركوبه سهله جدا. من ورا مساحه الاقدام ممتازه كويسه، حتى لو حد طويل حبتين هيبقى راكب ورا مرتاح. العرض بتاع الصالون والكنبه الخلفيه كويس جدا. مسند الكنبه الخلفي من اهم المميزات، المسند نايم لورا مايل، زاويه الميل بتاعته كبيره، وبالتالي انت مش قاعد في السفر قاعد عامل كده اهو مقتب كده لقدام، لا انت قاعد كده فارد ظهرك، ولو عايز حتى تنام هتلاقي ان انت قاعد قاعده مريحه جدا ممتازه. مسند الكنبه والمقعد بتاع الكنبه الاسفنج بتاعه اسفنج طري بيمتص صدمات ومريح في المطبات والطرق الوعره، فانت قاعد مرتاح جدا ومش متضايق من اي حاجه. فركوبه العربيه من ورا ومساحه السقف ومساحه الاقدام ممتازه. نفق الفتيس اللي في النص لو شخص متوسط الطول هيركب في النص تقريبا مش هيضايقه. القعده كويسه مش وحشه، طبعا مش ممتازه لكن هي قعده كويسه. لو حد قليل حبتين هيركب في النص مش هيتضايق. القعده برده ممتازه، يعني انا كرسي السواق انا رافعه لفوق ومع ذلك انا برده لازال بيني وبين السقف مسافه كويسه مش وحشه. مساحه الاقدام ممتازه، الكراسي برده مريحه. الكرسي له وضعيات كده كتير، ممكن يطلع لفوق وينزل لتحت، طاره متحركه لفوق ولتحت، كرسي هيدروليك فانت ممكن ترفعه لفوق وتنزله لتحت ايا كان طولك. لو واحده ست بتسوق مثلا وعايزه تبقى قريبه شويتين من الدركسيون عشان تكشف ابعاد العربيه هتبقى مش متضايقه وهتبقى الدنيا كويسه جدا بالنسبه لها، ما فيش اي مشكله. فصالون العربيه لا غبار عليه، صالون للامانه ممتاز. الانترا 2020 العربيه دي اللي في ناس كتيره بتهاجمها من غير ما تبقى عارفه هي تستحق الهجوم، وفي ناس كتيره بتدافع عنها باستماته، وفي ناس بتتكلم عنها على انها عربيه سبق، وفي ناس بتتكلم عنها على انها افضل عربيه عائليه في البلد. كلام ملكلك وملخبط، واللي مش فاهم قوي هيتوه في النص، لان في ناس بتهاجم بشده وفي ناس بتدافع بشده. القصه ابدا برضو اقول بياناتها اللي على الورق. العربيه دي يا سيدي كان يا مكان 1600 سي سي، محرك توين كام سي في في تي كونتينوس فاريبل فالف تايمنج، التوقيت المتغير لفتح وغلق الصبابات، يعني الصباب بيفتح ويقفل بتوقيت متغير، ساعات بيفتح ويقفل بسرعه وساعات بيفتح ويقفل بالراحه، توفير للبنزين وعشان لو عايز اداء رياضي كويس. الموتور ده بيخرج 127 حصان عند 6300 لفه في الدقيقه، وبيطلع 155 نيوتن عند 4850 لفه في الدقيقه. متوصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات اعتيادي. وزن العربيه 1180 كيلو متر في الساعه. وزن العربيه 1180 كيلو. شنطه العربيه مساحتها حوالي 460 لتر تقريبا. خزان الوقود 50 لتر. العفشه في الامام ماكفيرسون، العفشه في الخلف تورشون بيم، قضيب التوائي وصل لفرتين ورا بعض. العربيه صناعه وتقفير وتجميع كوري، يعني هي جايه من كوريا. العربيه دي خلصنا بقى الكلام اللي على الورق وخلصنا الحلزونات. ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان العربيه دي هي رؤى بتاعت فيلم العار، الحاجه المريحه البسيطه اللي فيها معظم متطلباتك ايا كانت متطلباتك. وانا بقول معظم لان احنا مش زي بعض، كل واحد ليه متطلبات غير التاني. فهي فيها معظم متطلباتك. عايز صالون واسع، صالونها واسع ومريح، عفشه مريحه، عفشه مريحه، الاداء بتاع الموتور كويس جدا، السلاكه في البنزين كويس جدا. هي على فكره بتافرج تقريبا جوه البلد في 8 لتر 8 ونص داخل المدينه، وبره بتعمل حوالي 6 ونص تقريبا على الطريق، خصوصا لو انت مثبت السرعه او مش بتقرص قوي في العربيه. فالسلاكه في البنزين كمان ممتاز. اداء الموتور كويس جدا، العفشه بتاعت العربيه مريحه، ثبات العربيه كويس لو انت ماشي على طريق نظيف لحد 150 وممكن 160 لو ماشي على طريق نظيف، طبعا مش في الملفات على السرعه دي. البادي رول بتاع العربيه مقبول جدا. صاج العربيه كويس، ودي حاجه انا استغربت لها لان كان العرف زمان ان العربيات الكوري عامه يقول لك دي عربيه ورق. لا، الورق اتطور وبقى كرتون وبقى كرتون مقوى وبقى الومنيوم. لا، العربيه الصاج بتاعها بقى كويس. الماتيريال بتاع العربيه الداخلي اللي متصنعه منه لا في تحسن ملحوظ فيه، يعني العربيه بقى الخامات الداخليه بتاعتها جيده جيده جدا. بس انا هقول افريج كده ان هي جيده الخامات الداخليه بتاعتها. العزل بتاع العربيه كويس جدا. عزل العربيه فعلا انت قافل الازاز، ماشي على سرعه عاليه، ماشي على سرعه واطيه، العزل بتاع العربيه جميل. لو انت من الناس اللي من هواة العزل، الانترا هتوفي متطلبات. شنطه واسعه، قعدتها ورا جميله جدا، من اجمل العربيات اللي تركب فيها من ورا وانت مرتاح، خصوصا لو انت من الناس طوال القامه. الفتيس بتاع العربيه فتيس جميل، ملوش مشاكل، ملوش اعطال. النقلات بتاعته جميله، مش عصبي، مش غبي، ما فيهوش داون شيفت عصبي، مش فتيس غبي لما تقرص عليه تدي كيك داون تلاقيه متنح بيقول لك هو في ايه اللي حصل، مين ده، في ايه، انت عايز تجري، حاضر اسقط غيار. لا، التجاوب بتاعه مش ممتاز بس معقول جدا. لو انت ريلك حنين العربيه تديك السلاك كويس جدا. العربيه هنا فيها 3 انظمه قياده، ايكو ونورمال وسبورت. طبعا نورمال مش بيكتب نورمال بس هو نورمال، يعني الايكو اللي هو ايكونومي اقتصادي في السلاك البنزين، بس بيكتف العربيه وبتلاقي العربيه متنحه ومش عايزه تجري ومتكلبشه وتديها كيك داون تقول لك لا انا هوفر بنزين، يا ست انا عايز اجري انا هوفر بنزين، يا ست انا حر لا اوفر بنزين بالعافيه. نورمال ده اللي هو العقل الكويس اللي هو عايز تجري هتجري، مش عايز تجري العربيه تبقى توفر بنزين. سبورت احنا نتعفرت ونتجنن وكلنا هنجري، عايز تجري مش عايز تجري هتدوس بنزين العربيه هتجري. بس لا تسالني من انا في موضوع البنزين. معلش الكاميرا فصلت من الحر فاضطريت اقف وابدا التصوير تاني. التجربه الفعليه ايه؟ التجربه الفعليه ان الالنترا دي للي عايز تجربه مريحه في كل حاجه. يعني انت لو بتدور على ركوبه مريحه
استهلاك بنزين كويس، اداء عربيه كويس، تكييف ممتاز، صالون بتاع العربيه كويس جدا جدا، سواء وانت راكب قدام في الكراسي اللي قدام او في الكنبه الخلفيه. لو انت بتدور عليها اسره كبيره ما شاء الله معاهم 3 4 اولاد والكلام ده كله، بتسافر كتير، عايزها لجوه المدينه في الزحمه وفي الحر والكلام ده كله، هي عربيه كويسه جدا. طيب فيها مشاكل ايه؟ يعني العربيه دي ايه مشاكلها؟ ايه اعطالها؟ العربيه دي تقريبا ملهاش اعطال طالما انت بتحافظ على الصيانات العاديه بتاعتها. العربيه ممتازه جدا، ملهاش تقريبا مشاكل موتور، عفشه، فتيس، مشاكل حساسيات، الكتروني، مفيش. العربيه طول ما انت محافظ على الصيانه بتاعتها وبتستخدمها الاستخدام الطبيعي، يعني حتى لما تجري بيها ما تتعفاش عليها، بتستخدمها الاستخدام الطبيعي المعقول. العربيه اعتماديه وبالبلدي حماره شغل. كمان من النقط المهمه في العربيه دي الجميله العفشه بتاعتها. العفشه بتاعت العربيه دي في الثبات على السرعات اداء جيد، يعني احيانا بيوصل لجيد جدا. العربيه ثباتها كويس جدا، انا بخش بيها ملفات ممكن لسرعه توصل ل 120 وملفات قويه، فثبات العفشه بتاع العربيه دي جيد جدا. وفي نفس الوقت العفشه بتتعامل مع المطبات والنقر والحفر وما الى ذلك، الحاجات العسل دي اللي بتخليك كده ما تنعسش وانت سايق بطريقه كويسه جدا. يعني العربيه حنينه طريه في المطبات، بتاخد وتدي كده من غير ما تحسسك بدبه المطب، وفي نفس الوقت مش العربيه اللي هي الطريه قوي اللي هي تحسسك بقى ان انت ايه، المراجيح بقى راكب مع عوامه بحر، وعلى السرعات العاليه العربيه تعوم بيك وتعمل بقى تميل يمين وشمال والكلام ده. لا، هي جيده جدا في المطبات. يعني العربيه فعلا في المطبات رؤى، يا سلام، رؤى بتدلك ظهرك. بلاش نتكلم في الكلام ده عشان بتقلب على واحد المواجع يا ولي. لكن العفشه في التعامل مع المطبات جيده جدا، وفي نفس الوقت على السرعات العاليه في الملفات العربيه جيده. مطب حاجه نقره اخرك انك تطلع وتنزل بالعربيه، لكن مفيش بقى الدبدبه والنشوفيه والكلام ده لا. وعلى فكره في نقطه مهمه جدا، ان الالنترا من العربيات اللي عفشتها كمان معمره، يعني من العربيات اللي لما تبقى انت استخدامك نظيف وكويس العربيه بتعيش معاك كويس جدا في العفشه، في تيس، في الموتور عامه. يعني من العربيات اللي اعتماديه ومشاكلها قليله طالما انت بتحافظ عليها. ارتفاع العربيه عن الارض كويس جدا، كان معروف ان معظم العربيات الكوري بتحك في الارض في المطبات، لا الالنترا بطنها عالي سن عن الارض، وبالتالي بقت في قصه المطبات دي جيده جدا غير زمان. الموضوع اتحسن بطريقه ملحوظه. طيب بالنسبه للفرامل ظروفها، العربيه دي طبعا بتنزل ابتداء من الفئه الثالثه، فيها ABS انتي لوك بريك سيستم، EBD الكترونيك بريك ديستريبيوشن، توزيع قوه الفرامل الالكتروني على الاربع فرد، وطبعا فيها 2 ايرباج. الفرامل باختصار مش سريعه، يعني رد الفعل بتاع دواسه الفرامل مش سريع. فلو انت نازل من عربيه الفرامل بتاعتها دواسه الفرامل عاليه، يعني حساسه، يعني من العربيات اللي انت بتلمس الفرامل العربيه تقفش كده مره واحده، هتركب عربيه هتحس ان فراملها ضعيفه، او الفرامل بتتعامل انك لازم ضغطتك تبقى قويه، كل ما بتضغط اكتر كل ما العربيه بتحس اكتر بالضغطه. لكن هي فراملها زي ما تقول كده واطيه، يعني استجابتها متاخره شويه، مش من العربيات اللي تلمس الفرامل العربيه تقفش مره واحده. لكن لما بتضغط بقوه اداء الفرامل بيبقى جيد. هو مش جيد جدا ومش ممتاز، لكن هنقول ان هو جيد برضه. مش مساعدها ان ما فيهاش بريك اسيست لحد الفئه السادسه، ما فيهاش بريك اسيست، ودي طبعا حاجه مش كويسه ابدا. لكن اداء الفرامل في المجمل جيد. طب تمام، العربيه دي ايه العيوب اللي فيها؟ العيوب اللي فيها ان هي ما بتهتمش بالمقام الاول بوسائل الامان. يعني هي العربيه 7 فئات بسم الله ما شاء الله، اول فئتين ما فيش حاجه ابدا في وسائل الامان، ما فيش حاجه ابدا. انت تكييف باور سنتر ازاز كهرباء، وحطوا لك كاميرا خلفيه في كل الفئات، ودي حركه ظريفه جدا، بس اللي هو ايه بيصالحك بيها، وترى مالتي فانكشن، السلام عليكم وعليكم السلام، بس خلاص. ابتداء من الفئه الثالثه بيحط لك 2 ايرباج ABS EBD لحد ما تلاقي عماره يا غزال لحد الفئه السابعه. بقى بيحط لك 6 ايرباج بقى وثبات الكتروني ASB الكترونيك ستابيليتي بروجرام، بيحط لك فيكال اسيست كنترول VAC، وفي بريك اسيست. يعني انظمه الامان كلها بتتحط في الفئه السابعه. لكن من الفئه الثالثه للفئه السادسه مفيش غير 2 ايرباج وABS وEBD بس، يعني لحد ما توصل ل 373,000 السعر الرسمي بتاع الوكيل، وفي اوفر برايس كمان بره اعلى من كده. لحد ما توصل للسعر ده انت مفيش وسائل امان اكتر من 2 ايرباج وABS وEBD لحد وانت داخل على 400,000 جنيه. فطبعا دي سلبيه كبيره في العربيه. لكن مالناش دعوه بقيه الفئات. انت النهارده راجل دافع مثلا فئه اللي انا راكبها الفئه الرابعه 300 حاجه و30، واخد وسائل امان كويسه، 2 ايرباج ABS EBD كويس. يعني لو انت مش بتصبو الى وسائل الامان العاليه قوي فهي كويسه في وسائل الامان. انما ما دون ذلك العربيه كاداء كستابيليتي راحه عزل خامات تكييف ممتاز، استهلاك بنزين كويس جدا، انت واخد تجربه كويسه جدا. لو انت بتفكر فيها من ناحيه ماديه بقى او تاجر او عايز تبقى بتحفظ فلوسك، فانت حافظ فلوسك. الالنترا من العربيات اللي اخر 20 سنه انت حافظ فلوسك قوي فيها. يعني العربيه معموله اعتماديه بطريقه ممتازه، يعني ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش حاجه تقلق منها، انت بتشتريها وانت مطمن. يعني انت من العربيات اللي انت بتشتريها وانت عايز تبقى مرتاح البال، رؤى بتاعت فيلم العار كده، يعني انت مطمن ومتدلع وقافل الازاز مش سامع حاجه بره والدنيا زي الفل. انا انصح بيها ابتداء من الفئه الثالثه. الفئه الاولى والثانيه ما فيهمش وسائل امان. لو انت مش مهتم وسائل امان، والناس اللي بتركب العربيه تروح فاصله الايرباج عشان خاطر يحافظ على الطابلو، لكن هو مش مشكله ان هو لا قدر الله، اوكي. الفئه الاولى والثانيه جميله بدون اي وسائل امان خالص، ويا ريت لما تربطش الحزام كمان وتبقى الدنيا تمام يعني. انما ما دون ذلك هي عربيه كويسه جدا، شنطه واسعه ومريحه.
الشنطه بتاعت العربيه واسعه ومساحات التخزين فيها كويسه جدا. طيب انا امتى انصح بالعربيه دي وامتى ارشحها لو حد عايز من الناس القلوقه، الناس اللي هي متوغوش، انا خايف اشتري العربيه الفلانيه وقطع الغيار، انا خايف اشتري العربيه الاوروبي الفلانيه سمعت ان صيانتها غاليه جدا، انا خايف اشتري العربيه الفرنساوي الفلانيه لان سمعت الفانوس بتاعها بكذا. فحاله زي كده انت عايز عربيه كويسه، عربيه بنت حلال رؤى، هات الانترا من العربيات اللي هتشرحها جدا. لو انت من الناس اللي بتمشي جوه المدينه كتير في الزحمه وعايز عربيه تكون ناعمه وسلاكه في بنزين كويس، الانترا ممتازه جوه المدينه. لو انت من الناس اللي بتسافر كتير وعايز عربيه مريحه في السفر وما توقفش بيك بامر الله، معاك عيالك ومعاك شايل حاطط النيش ورا في الشنطه وعايز عربيه كده مرحرحه كده تقعد كده مرحرح كده فيها، الانترا زي الفل. لو انت شاب وعايز تروح الجامعه كده وعايز عربيه كده روشه وشيك ولما يوم ما تحب تجري هتجري وبتاع وتتحنطر بيها والكلام ده، الانترا تلبي الاحتياجات ده. لو انت سيده او بنوته وعايزه تجيبي عربيه ناعمه مريحه سهله في السواقه فيها كاميرا ورا بدل ما يقعد سايس يقول لك هوب هوب يا مدام، عمال اقول لك هوب هوب وانت مش عارفه هوب ده اللي هو امشي ولا اقف ولا اعمل ايه، انت مش شريح. الانترا بتنزل بوكات فيها كاميرا خلفيه وسنسور بارك ابتداء من الفئه الثالثه. لو انت راجل طبيب مهندس مشغول في شركه مش فاضي بقى تبص على الزيت وتبص على الميه، طبعا المفروض انك تبص على الصيانات وتعمل الكلام ده، بس انت لو مش فاضي يعني الكلام ده انا ارشح الانترا جدا. عربيه من العربيات اللي انت تريح بالك طول ما انت بتعمل الصيانات العاديه، فالعربيه باذن الله كويسه جدا وممتازه. انت ما رشحهاش لو انت بتهتم بالمقام الاول بالسيفتي، مهتم بوسائل الامان بالمقام الاول. العربيه دي مش من العربيات اللي تم وسائل الامان، انت بتوصل ل 373,000 جنيه والعربيه ما فيهاش غير 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي، فهي مش دي حتتها. لو انت مهتم بالعربيات الثبات بتاعها كويس جدا، هي ثباتها كويس بس مش كويس جدا، مش ممتاز، هنديله جيد لحد ممكن يوصل لجيد جدا على افضل الاحوال بس مش على سرعات عاليه. فلو انت مهتم بالثبات على بالمقام الاول مش هي دي. لو انت عايز عربيه صاروخ جري، مش هي برضه الانترا، هي اداء كويس جدا بس مش صاروخ، هي عربيه بتميل للاقتصاديه وهي مش اسرع عربيه. لو انت عايز عربيه برستيج، الانترا مش برستيج، هي اللي هيونداي عامه عربيات عمليه مش عربيات برستيج، مش عربيات اللي هي البراند الماركه انا راكب عربيه كذا، لا هي في الاول وفي الاخر هيونداي مش براند يعني تتفشخر بيه يعني، فما رشحهاش انا في الحالات دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو في اي استفسارات انا تحت امركم في الكومنتات. هعمل ان شاء الله قريب فيديو كومبير بين الانترا والكورولا 2020، استنوا الفيديو ده هيبقى رهيب باذن الله. يا ريت ما تنسوش الشير والسبسكرايب واللايك لو عجبك الفيديو، ولو ما عجبكش برضه اعمل لايك يعني جدعانه يعني مش مشكله، ده انا نزقت من كتر ما انا واقف اصور في الحر يعني جدعانه كده اعمل لايك واشترك في القناه يعني خليك جدع كده. وما توفيق الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام. بالتالي مساحه الاقدام كمان واسعه ومريحه. باظ الفيديو ده على كده. ماشي، باظ الفيديو ده على كده طيب نعيد تاني.